لو انت من ال70% من الرجاله اللي عندهم صلع وراثي وبتتفرج على الفيديو ده وعندك مشاكل في المايند سيت بتاعتك، فاعرف ان انت هتفقد شعرك في اقرب وقت ممكن. وقصدي هنا بمايند سيت هي عقليه متكرره بشوفها في الناس، سواء اللي بتكتب لي كومنتات او اللي بتحجز معايا استشاره. واول عقليه معانا وهو دكتور، انا شايف ان انا التزم او مش عايز التزم بالعلاجات. مش كل يوم هقعد احط بنكسديل وانا هاخد بينسترويد. انا شايف جدا بموضوع الصلاه، بس في نفس الوقت مش عايز التزم او انا شخص مش ملتزم. واللي بيضايقني اكتر مش الناس دي، يعني الناس دي على دماغي وعلى راسي، هو ممكن يكون مثلا ما عندوش المعلومه كامله، ولكن اللي بيضايقني الدكاتره او الصيادله اللي بيطبطبوا عليهم. ايه ده يا حبيبي، انت مش عايز تستخدم بنوكسيديل؟ تعالى يا حبيبي خد المنقوع بتاع الروزماري، هتلاقي منه نتيجه جباره جدا، وفي نفس الوقت بديل للمينوكسيديل اللي مش هيعمل لك المشاكل. طب ما انت لو مشكلتك الالتزام، طب ما انت هتلتزم برضه على الروزماري، او هتلتزم على المنتج ده، وهتلتزم على السبراي ده والامبول ده والجلسات ده. فانت لو مشكلتك الالتزام، ازاي مشكلتك انك تلتزم انك تحط المينوكسيديل اللي حرفيا مش هياخد دقيقتين من يومك؟ بس انت ما عندكش مشكله ان انت تروح تعمل مثلا الروز ميل ان شاء الله تعمله في البيت، او تروح العياده كل اسبوع عشان تعمل جلسه. يعني ازاي ده مع ده؟ ففي تناقض في الفكر هنا. فانا بقى مش من نوعيه صناع المحتوى اللي بقعد اطبطب عليك. لو انت عندك صلع وراثي وانت مثلا جيت لي وعايز مني نصيحتي، فلو انت مثلا عندك العاده دي، فانا هديك بالقلم كده وافوقك واقول لك لا يا حبيبي التزم بيه، لان هو خيارك الافضل وارخص حاجه وافضل قيمه مقابل سعر واحسن نتائج هي بتكون من العلاج. الثانيه عقليه اللي يجي يقول لك انا عندي صلع وراثي بس هستنى ما يبقى عندي 30 سنه واروح لتركيا يا باشا وتتقني من كل الكلام والقصص دي. المؤسف في الموضوع ان اللي بيتبع العقليه دي بياخد صدمه كبيره جدا اول لما يتم سن ال 30 فعلا، ويلاقي نفسه ان هو بقى شبه حدوة الحصان، ويرجع يروح لتركيا، يروح مثلا للمركز الاولاني يقول له احنا مش هنعمل لك عمليه الزراعه لان المنطقه المنح عندك ضعيفه وانت مروه سبعه، فمش هنخاطر بسمعتنا عشان نعمل لك العمل. ونفترض برضو ان المنطقه المنحه كانت عندك كويسه، تيجي مثلا تعمل عمليه الزراعه وانت نروه سبعه، فتيجي تكتشف ان المنطقه المنحه قد كده اهو ومنطقه الصلع قد كده اهو، فازاي المنطقه دي هتغطي المنطقه دي؟ فبتلاقي ان الكثافه ضعيفه جدا، او شكل خط الشعر ما عادش طبيعي، وشكلك يعني ما هواش كويس، وتلاقي نفسك ان انت بتحلق شعرك وخلاص. فعقليه ان انت تستنى لحد سن معين او تستنى لحد ما توصل نروه سته او سبعه، دي عقليه فاشله. ودايما نصيحتي ليك ان انت تبتدي العلاج على قد ما تقدر، لان انت بتقدر تحافظ على البصيلات اللي عندك وبتمنع عمليه تصغير البصيله، وبالتالي هتوصل لشكل جمالي افضل. حتى ولو ضمن الخطه العلاجيه بتاعتك ان انت يفضل ان انت تزرع، او مثلا انا قلت لك يفضل ان احنا نخطط للزراعه. العلاجات هي الاساس معاك، الزراعه والعلاج بيمشوا مع بعض مش بيمشوا عكس بعض، ما هماش بدايل. تالت عقليه برضه هتكلفك شعرك ان انت تكون خايف من العلاجات بسبب الاعراض الجانبيه بتاعتها، عشان انت قريت على النت، وانت مثلا شخص بقى مطلع بالاي اي ودخلت على شات جي بي تي وقلت له دواء مثلا زي الفينوستراد او دوتاسرال لهم اعراض جانبيه، وقام رايح يحسس لك الاعراض الجانبيه. في ارض الواقع الاعراض الجانبيه بتاعت الادويه دي هي تعتبر مش موجوده، يعني نسبه الاعراض الجانبيه قليله جدا 2 3%. وحتى للناس اللي بيجي لها اعراض جانبيه فسهل ان انت تتعامل معاها بتغيرات في اللايف ستايل او الدايت بتاعك، او حتى بتغير في الجرعه، او حتى باستخدامها بصوره موضعيه. فما فيش حاجه اسمها انا خايف من العلاجات بسبب الاعراض الجانبيه، لان سهل ان انت تتعامل معاها. ودول اشهر ثلاث عقليات انا بلاحظهم دايما في الناس اللي بيعدوا عليا سواء في الاستشارات او في الكومنتات. ولو حابب ان انت تعالج الصلع الوراثي اللي عندك بطريقه منظمه، فاحجز استشاره وهكلمك 1 on 1.